فيديو قصير ان شاء الله هنتكلم فيه ان انت معاك فلوس او معاكش فلوس هتعمل ايه بالفلوس دي. لو انت معكش فلوس هنتكلم عليها، ولو انت معاك فلوس هنتكلم عليها. ايا كان انت دلوقتي حالتك الماديه عامله ازاي، سواء انت طالب او بتشتغل وتاخد مرتب او ايا كان. فاحنا دلوقتي هدفنا ان احنا الحاجه اللي الفلوس معانا مثلا 10 جنيه عايزينها تبقى 15 جنيه، عايزينها تبقى 20 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، الكلام ده كله. حلو. وانت مرتبك يا عم 3000 جنيه. فانا انصحك جدا ان انت تخلي 50% تقعد تشبرق بيها بنفسك، تشبرق بيهم نفسك، وال50% التانيين تعالى لي بيهم كده. عشان ايه؟ هنبتدي نعلم نفسنا حاجات. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نتعلم بيها؟ تاخد كورسات سواء مجانيه او مدفوعه. الفرق ما بين المجانيه والمدفوعه ان المجانيه بتكون هي المعلومات عامه. لو انت دورت هتلاقي هي المعلومات، بس المشكله ان انت بتلاقيها متنطوره في حتت كده وبتاع، فاهم؟ فلو انت عايز تاخد مجانيا انا هديك نصيحه ذهبيه: تخش على كورس مدفوع، تشوف حاجه اسمها الكريكولم بتاعه، اللي هو المحتوى او الدروس او المحاضرات بتاعه الكورس ده، وتشوف محاضره. خد المحاضره دي، اعمل كوبي كده وحطها بيست على اليوتيوب، واقعد ذاكر المحاضره دي. بعد كده خد المحاضره الثانيه وخدها ذاكر، واقعد اعمل كده. هو ده الفرق. معاك بقى فلوس، روح حطها في الكورس المدفوع ده، ويا عم ان شاء الله تبقى ميزان حسناتك. وان شاء الله عشان حاجه انت دفعت فيها لازم، عشان تتعلم لازم تدفع. انا من وجهه نظري الصراحه كده، لو انت عشان تتعلم لازم تدفع بقى، عشان ايه؟ تاخد لازم تدي، ده 100%. بس ايا كان تاخد كورسات وتجيب كتب وتستثمر. وده من وجهه نظري. ليه حوار تستثمر ده بالذات؟ انا عملت فيديو عن استثمار في البورصه، ممكن تروح تشوفه هنا. بس انا فكرتي ان انت هتستثمر يا سيدي 100 جنيه في الشهر، مش تكسب فيها خالص. بس انا عايز ابني عقليه الاستثمار. انا كمعتز اما ابتديت حطيت 1000 جنيه باين اول مره خالص في تطبيق صندر في 2022 باين او 2021 حاجه كده. حطيت 1000 جنيه بس كده، شوف ايه الموضوع. ابتديت اتعلم لحد ما بقيت احط فلوس اكتر واكتر 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 واكتر. فانا عايزك تعمل نفس الكلام، تبتدي تحط 100 جنيه عشان بعد 10 سنين 20 سنه الاستثمار طويل الاجل يكون انت عملت عقليه الاستثمار. فانت كده يكون عندك مصدر دخل اخر غير الشغلانه اللي انت بتعملها دي. فانت دلوقتي بقيت تقبض بقى يا سيدي، ان شاء الله ربنا كرمك وبقيت تقبض 10000 جنيه. فانت بقيت تاخد 3000 جنيه وتحطهم في الاستثمار وموجودين. ال 3000 جنيه دول بيعملوا حاجه اسمها كومباوند انترست، اللي هو الفائده التراكميه. بعد شهر بقوا 3300 جنيه، هتحط 3000 جنيه تاني عليهم بقوا 6300 جنيه. مش عارف هيبقوا ايه، هيقعدوا يزيدوا 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 لحد ما تلاقي نفسك بعد 5 سنين بقوا مبلغ بقى. كانك انت كنت بتحوش كده، بس انت بتحوش مش حاططها على الارض، مش حاططها تحت البلاطه، مش حاططها في الدولاب. لو حطيتهم في الدولاب وتحت البلاطه انا اسف جدا بس انت كده بتخسر فلوسك. التحويش عمره ما هيخليه غني، خلينا متفقين. الاستثمار هو اللي هيخليك غني، عن طريق انت ممكن تستثمر، تفتح مشروع مع صاحبك. بس انت مثلا هتقول لا انا ما بفهمش في المشاريع، خلاص روح حط فلوسك مع حد شريك، كانك بتخش شريك. هتقول لي طب ازاي برضو انا ما اعرفش حد؟ هقول لك خلاص يبقى تروح البورصه، تحط فلوسك في شركه فوري، شركه جهينه، يبقى انت كده شريك في شركه فوري او جهينه. مش عايز اتكلم عن البورصه كتير عشان ما كعبلكش، وتقدر تخش تشوف في الفيديو ده عن البورصه عامه. فان انت تاخد كورسات وان انت تقرا. انا هات لي كده، انت دلوقتي عندك 10 اصحاب، قول لي كام واحد منهم، اكتب لي في التعليقات تحت كام واحد منهم بيقرا. واحد، اثنين، ثلاثه، على ما اظن اصلا مش هيكون ولا واحد. فانت عندك ميزه تنافسيه جامده جدا ان انت تقرا، ان انت تقرا في مجالك اللي انت عايز تتعلمه او اللي انت شغال فيه. فساعتها هيديك ايدج، هيديك ادفانتج كده، ان هو ايه، ده شخص جامد غير ال 100 واحد دول. ده مصطفى هو الوحيد اللي بيقرا، ده مصطفى هو الوحيد اللي فاهم. تخيل كده معايا ان انت عايز تتعلم ديزاين، عايز تتعلم ماركتنج، او عايز تتعلم برمجه، او عايز تتعلم فوتوشوب، ايا كان، وجبت الكتب بتاعته، وجبت 5 كتب عن مجال الماركتنج ده، وابتديت تقعد تذاكرهم بقى واحده واحده، وتقعد تفحت نفسك وتقعد تذاكر وتعمل وتشوف كتب وتشوف كورسات. هل انت مش تبقى جامد في خلال 6 شهور؟ انت تبقى جامد، وانا عارف انت تبقى جامد، وانت عارف انت تبقى جامد، بس احنا مش بنعملها. مش عايز اخش في موضوع تطوير النفس وتطوير الذات والكلام ده كله دلوقتي. بس فلوسك يا باشا ما تعملش فيها غير حاجتين. لو انت مرتبك على قدك، 50% التزاماتك بقى الاكل والشرب والكلام ده كله، و50% بس اقفل على نفسك سنه، اتعلم وخد كورسات واستثمر. السنه الجايه ان شاء الله
التعليم اللي انت اتعلمته ده هيجيب لك فايده بقى، فمرتبك بدل 3000 جنيه هيبقى 10000 جنيه. ازاي؟ اسهل طريقه ان انت تتعلم انجليزي. انا ولا بدي كورسات انجليزي، وانا يا عم انا مش بفهم في انجليزي، حلو، بس انا عملت فيديو عن الموضوع الانجليزي ده، ممكن تروح تشوفه هنا. بس لازم تتعلم انجليزي. لو انت في 2024 وما تعرفش انجليزي يبقى دي كارثه، والله كارثه. وعايز عمال تتفرج على فيديوهات بقى ازاي اتعلم برمجه وازاي اتعلم ماركتنج وانت ما تعرفش انجليزي، لا يا حبيبي، انت هدفك الوحيد دلوقتي ان انت تتعلم انجليزي، ولا تقول لي برمجه ولا تقول لي كوبي رايتنج ولا تقول لي ماركتنج ولا اي حاجه. اتعلم انجليزي بس. الانجليزي هيخليك من 3000 جنيه ل 10000 جنيه مرتب، نطه كده، نطه. بص على طول ازاي، بوب، نطه، يعني شوف اكتر من 200%. فبعد ما تتعلم بقى انجليزي يبقى 10000 جنيه، ساعتها بقى ايه، اتعلم بقى البرمجه، ساعتها مرتبك يبقى 15000 جنيه 20000 جنيه. تعلم ماركتنج يبقى برضه مرتبك مش عارف كذا وكذا. هي الموضوع كده. ما ينفعش تنط من واحد ل 10 على طول، لازم تمشي السلمه واحده واحده. تراست ذا بروسيس، دي هيفضل اقولها، ودايما جمله انا مقتنع بيها. انت في ليفل واحد لازم تمشي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. ما ينفعش من واحد ل 50 ل 100 ل 60. ايه يا عم ده؟ واحده واحده يا باشا، والله العظيم هتنجح وهتكسر الدنيا. بس محتاج حاجتين: وقت ومجهود. ساعه ساعتين في اليوم، ومجهود لمده من 3 ل 6 شهور لسنه. انت ما وراكش حاجه، اقعد ذاكر يا عم. خلي بالك انت على ما اظن انت بتذاكر بتاخد حسنات، باين ان انت بتعلم نفسك، بتثقف نفسك ان انت بتتعلم وتكون شاب مثقف كده، مش تافه من شباب الايام دي يعني. فانت نور دماغك كده يا باشا معانا، واشوفك في فيديو جاي.